أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهذا الفيديو الجديد يلي رح نتعرف فيه على ملخص بأهم أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل الخليجي بيت بيوت. أحداث مشوقة ومفاجآت. ادعمونا واشتركوا معنا بالقناة وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتنا دراما لوفرز. هبة وطارق بالسيارة، وهبة بتسأل طارق إذا كانت كلام البنت يلي بهدلته وهانته صحيح، لكن طارق بينكر الموضوع. حمد بيروح لبيت خزنة وبيطلب منهم انه يستعجلوا بتحضيرات الزفاف وانه هو كتير مستعجل، وبيطلب من خزنة انه تقطع علاقتها مع لطيفة بشكل كامل وما تخلي لطيفة ابدا تعرف بموضوع زواجه من خلود. وبتقول خزنة شلون يعني ما بقى احكي معها. بيطلب منها حمد انها تخفف العلاقة مع لطيفة لحتى تقطعها بشكل نهائي. تسمع خلود هذا الكلام وتجي بتقوله انا مالي موافقة على هذا الزواج اذا رح يكون بالسر. انت بدك تتزوجني، بدها تجي امك وتطلب ايدي بشكل رسمي. لكن حمد بيقول هذا الشيء مستحيل، وخلود بترد عليه انه انا مستحيل اتزوجك بالسر. وبيقول حمد هاي انا جايب لك مفاجأة كتير حلوة. تسأله خزنة شو هي المفاجأة؟ بيرد حمد شقة لخلود بمناسبة الزواج، لكن خلود بتقله انا مستحيل وافق على الزواج منك بالسر. وحمد بيطلع من البيت وبيحكي صاحب الشقق يلي عم يدير شققه وبيطلب منه انه يأجر الشقة يلي طلبها إله. بيرجع بكلامه حمد وبيقول له خلي الشقة إلي. والدة حمد بتقعد مع حنان وبتطلب منها انها تفكر بموضوع علاقتها مع جراح وما تطلب الطلاق، وبيقلها نحن زماننا غير زمانكن وزوجك ما غلط وعمله وشغله بانه يغني بالاعراس ماله بعيب، بكفي انه من تعبه وعرق جبينه. بتقله حنان شلون هيك انتو كلياتكم وقفتوا ضدي. بتقلها ستها انت لازم تفكري كتير منيح قبل ما تطلبي الطلاق من زوجك. حنان تتذكر علاقتها مع جراح وكيف تعرفوا على بعض، وكيف لما عمل حادث وراحت لعنده على المشفى، وكيف أول مرة راح خطبها وأهلها هانوا خالته. بعدين تزوجوا وصارت حفلة الزواج وكانوا كتير سعيدين ومبسوطين مع بعض. هبة بتزبط حالها وبتعمل شعرها ومكياجها وبتروح لعند طارق على الغرفة، لكن طارق أبدا ما بيبادرها بالكلام الحلو، بالعكس بيهينها وبيبهدلها. بيقلها انت عم تهتمي بالشكل الخارجي وما عم تهتمي أبدا بمضمونك الداخلي. وبعدين هبة بتتشاجر مع طارق بسبب أسلوبه بالكلام وبتقله أنت تتحدث بالمثاليات لكنك لست كذلك، وأسلوبك بالحياة كله غلط. نادية وفوزية وأمون بيجهزوا طلبية الأكل لبيت طارق وهن ما بيعرفوا أنه هاي الطلبية لبيت طارق. والدة فوزية بتتصل مشان تسأل عن سيارة فوزية، لكن الميكانيكي بيقلها انه السيارة بتكلف تصليح حق سيارة جديدة. لطيفة بتعاطب طارق على قيامه بإقامة حفلة لأولاده بسبب نجاحهم بسبب ظروف حنان، وبيقول له انت ما عم تفكر بأختك أبدا. سالم بيروح على بيت إخلاص وبيتغدى معهم، لكنهم بيتشاجروا لأنه إخلاص تطلب منه انه يعلن زواجهم، لكن سالم بيرفض الموضوع وبتقول له إخلاص أنت عم تساوي هذا الشيء مشان خالتك. بيرد سالم هي أمي مالها خالتي. وبعدين تطلب منه إخلاص أنه يطلعوا سوا ويتمشوا مع ابنهم، لكن سالم بيرفض، ولما ابنه بيطلب منه أنه يطلعوا بيوافق سالم. لطيفة بتجهز حالها وبتيجي سعاد مشان يطلعوا سوا للسوق. طارق بعد ما تشاجر مع هبة قاعد لحاله بالصالون وحزين. بتجي لعنده حنان وبيقلها طارق أنا كمان وضعي مثل وضعك، انت تخانقتي مع جراح وبتحبيه، أنا نفس الشي مع هبة. أنا عم شوف أنه نظرتنا للحب
كانت غلط من البداية. بعدين بتجي والدتهم لطيفة بتتحدث مع طارق، لكن طارق بيقلها أنا ارتكبت أخطاء كتيرة ولازم أقوم بإعادة نظر بكل شيء بحياتي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.